انك ازاي تشخص نقص العناصر في النبات بتاعك. لو انا جبت لك شكل الشجره كده او شكل النبات وقلت لك قسمه على 3 تلات، التلت الاسفل، التلت الاوسط، التلت العلوي، ده يمشي معاك؟ لو قلنا التلت الاسفل حط فيه العناصر الكبرى الضروريه اللي هو اهمهم NPK اللي هو نيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم. لو طلعت تلت اعلى شويه اللي هو التلت الاوسط هقول لك حط فيه 4 عناصر: موليبدينم، كبريت، نحاس، فاضل كمان واحد المغنيسيوم. طلعنا بقى في التلت العلوي، ركز معايا، اسفل التلت العلوي منجنيز، اطلع فوق شويه الحديد، اطلع فوق شويه الزنك، اطلع قمه التلت العلوي كالسيوم وبورون. طب وضح لنا كمان شويه. ادي الشكل اللي انا بكلمك عليه. راجل هي عامل لك شكل كويس خالص، يعني مقسم لك العناصر حسب حركتها في النبات. عناصر سريعه الحركه اللي هي بيبان نقص اعراضها في التلت الاسفل: نيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم. نيتروجين اصفر عام، فوسفور بياخد اللون الارجواني، البوتاسيوم تلاقي ايه؟ احتراق في قمه النبات. اطلع التلت العلوي، التلت الاوسط، هتلاقي نقص المغنيسيوم، الورقه بتلتف في الاسفل بالشكل ده كده، وبتلاقي اصفرار ما بين العروق الوسطى للنبات. نخش على اللي بعد المغنيسيوم، النحاس، الورقه بتلتف بس بتلتف في الاعلى زي كده. لو انا اعتبرت ان دي ورقه، ده ليف اريا اهو، يعني على سبيل المثال دي ليف اريا، فانا بتكلم النهارده مغنيسيوم، الورقه هتلف كده اللي هو الشكل المقوى ده. طب نحاس، هتلاقي الورقه بتاخد الشكل المقوى بس الاعلى، بيسموها ودن القطه يعني بالفلاحي كده. الموليبدينم هتلاقي على حواف الاوراق بقع بني. طب الكبريت اصفر عام، خلاص كده وضحت. طب نيجي بعد كده الثلث الاعلى اللي هو هنا، هنلاقي عندنا اول حاجه تقابلنا نقص المنجنيز، هتلاقي بقع بنيه بس كبيره شويه، او بقع صفراء بس واخده لون واسع شويه وبتتحول مع شده الاصابه للون البني. الحديد اصفرار عام، ولكن العروق الوسطى بتفضل خضراء. الحديد يعني شبكيه النصله اهيت، كل ما هو بين العروق الوسطى ديت هنا كله اصفر مع الاصفرار العام، ده حديد. طب الزنك تقزم، هتلاقي تقزم في السلميات وتقزم في الاوراق وتكتل الاوراق فوق بعضها، بتبقى واضحه قوي في الخيار. لما بتلاقي قمه الخيار وقفت، القمه العلويه، وتلاقي الاوراق اتكتلت مع كل ورقه طالع منها خياره مع التكتل الشديد ده نقص عنصر الزنك. بعد كده ندخل على الكالسيوم والبورون. حتى الراجل هنا اللي هو عامل الدياجرام ده او الشكل ده قال لك ان هنا الكالسيوم خد اللون البني، البورون خد اللون البني، تلون. دائما وابدا البورون يتلون، الكالسيوم لا يتلون، وهما الاثنين بيدوا تشوه في القمه الناميه. بس تعرف ان ده ازاي؟ ده نقص كالسيوم وده نقص بورون. لما تلاقي الورقه متلونه ومايله للاحتراق شويه او اللون البني، تعرف ان ده نقص بورون. الورقه متقزمه بس خضراء، تعرف ان ده نقص كالسيوم. الدياجرام بقى اللي هنا ده الراجل عامله بالتحديد على نبات الذره. يعني انا عايز اوضح لك كده. ايوه شايف كده؟ يا رب يكون الصوره واضحه. الدياجرام ده الراجل موضح لك هنا في اللي تحت ده سميت المبيد، ده سميت تسميد، ان الاحتراق والاحتراق عامل سميه او احتراق في الخلايا، فده سميه. بعد كده موضح لك البياض الزغبي، اصابه البياض الزغبي في الذره، اصفرار اهوت، بقع مصفره ولكن مش محترقه. بعد كده اهوت قال لك ان الورقه هنا التفت او خدت الشكل الخيطي او الشكل الانبوبي
نتيجه لدراوت اللي هو الجفاف، ان هنا الراجل ده عطش الذره زياده عن اللزوم. بعد كده قال لك هنا اعراض نقص، كاتبه اهوت مغنيسيوم اللي هو المغنيسيوم، اصفرار طولي، حتى هنا النصل نفسه مصفر، ولكن الاصفرار في صوره خطوط، خط اصفر ما بين الخط ازرق او اخضر، ما بين الخط اللي بعده اصفر، الخط اللي بعده اخضر، ده اعراض نقص المغنيسيوم. اللي بعده قال لك اصفرار عام، ده خلاص اصفرار عام ده معروفه نيتروجين، اصفرار عام ده معروفه نيتروجين. اللي بعده هنا قال لك بوتاس اللي هو البوتاسيوم. ليه بقى؟ لان هو حدد لك هنا البيك بتاعه الورقه او قمه النصل بتاعه الورقه فيها احتراق. انا يعني عايز اكون يعني موضح لك الامور، البيك بتاع الورقه فيها احتراق. بعد كده الراجل قال لك فوسفات، هنا كده واضحه خالص، اللي هو الارجواني اللي انا اتكلمت عنه في الاول، اللي هو الارجواني ده فوسفات. واخر ورقه قال لك هيلسي، ده ورقه سليمه اللي هي الورقه ديت، قال لك هيلسي. في نهايه الحلقه بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وان عجبكم المحتوى بتاعنا اعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وشير للمحتوى، دعم كل ما هو هادف. وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية كتير في قناه كيان الزراعه دكتور علامه احمد، واشوفكم ان شاء الله بخير في حلقات تانية باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.